النهارده احنا جوه مول مهجور، سان سيتي مول. تخيل مول كامل كان كله ناس وحياة فجأة يبقى فاضي بالشكل ده. تخيل مول بالكامل فاضي انت وحدك اللي بتتفسح فيه. لكن ليه المول بقى مهجور كده وازاي دخلته؟ وهل في حاجه ممكن تعملها هناك؟ سان سيتي مول واحد من اشهر المولات في مصر، ولحد وقت قريب كان شغال كويس جدا، بالذات ان موقع المول في واحده من اهم مناطق مصر، منطقه شيراتون قدام المطار على طول. كان خروجه جميله جدا سواء للتسوق من المحلات المختلفه او كارفور، ودخول السينمات والكافيهات والمطاعم والفود كورت اللي كان فيه. لكن ليه المول بقى مهجور كده وازاي دخلته؟ وهل في حاجه ممكن تعملها هناك؟ القصه بتبدا مع الشركه المالكه واللي تراكم عليها ديون لبنك اسكندريه، لحد ما البنك اخذ حكم ببيع المول في المزاد بسعر اكتر من 3 مليار جنيه. ومن ساعتها والمول بالوضع دوت، محلات قافله ومول فاضي من الناس. المول لسه شغال عادي وتقدر تدخله، ولو انت من الناس اللي بتحب الروقان هتستمتع جدا جواه. السينما اللي داخل المول شغاله وبتعتبر واحده من افضل السينمات في القاهره، واللي دخلنا فيها فيلم فوي فوي فوي، واللي هيكون لينا فيديو تاني عنه باذن الله. السينما اسعارها كويسه وجديده ورايقه، ودي اهم